بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. النهاردة فيديو اقتصادي، فيديو سهل وسريع بطريقة جديدة وتكات جديدة هتشوفوها معايا على قناة ايمي والعائلة. بس قبل ما انزل بالطريقة وقبل ما اقول لكم على المقادير، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وكومنتي، احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة عشان القناة تكبر كده وتكتر بيكم. يلا بينا ننزل بقى بالمقادير بتاعتنا ونشوفها هتكون عبارة عن ايه. عندي هنا 4 حبات من البيض، 4 بيضات يكونوا حجم كبير، معاهم برضو بصلتين كبار، معاهم 2 ثمرة فلفل احمر وزيهم 2 خضر. وننزل بنص كوباية كمان من الخضرة اللي هي عبارة عن ايه، شبت بقدونس كزبرة. هنركن بقى المقادير كده على جنب وننزل بالطريقة بتاعتنا. اول حاجة هنجيب حلة كده بنت ناس ومحترمة ونحطها على النار، ونخرط البصلة زي ما انتوا شايفين كده. خرطت الاولانية ودي نزلت بالتانية اهو. نولع بقى النار عليها ونقلب البصلة كده مرتين 3 من غير اي مادة دهنية لحد ما البصلة بس تدبل. طبعا المادة الدهنية اللي احنا هنستخدمها في الوصفة بتاعت النهاردة هتكون الزيت. يعني ايه؟ مش هنستخدم السمنة في الوصفة دي، لا مش هنستخدمها في الوصفة دي خالص. يلا بينا نقلب بقى البصل كده تقلبتين ونوطي عليه النار، وتعالوا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنجيب بولة وننزل بقى بال4 بيضات بتوعنا زي ما انتوا شايفين. طالما بقى موجود البيض يبقى لازما مع البيض فلفل اسمر، هنديها رشة فلفل اسمر حلوة كده ونقلب البيض بالفلفل مع بعض. وادي رشة الفلفل الاسمر، يعني حوالي كده ربع معلقة صغيرة. هنقلب الفلفل بالبيض. وطبعا هننزل تالت حاجة بقى، تالت خطوة هننزل بالخضرة اللي احنا قلنا هي عبارة عن شبت بقدونس كزبرة. واللي مش حابب اي حاجة من التلات حاجات دول ما يحطهاش عادي جدا. هنقلبهم مع بعض وننزل كمان بنص معلقة بيكنج باودر، واللي مش متوفر برضو عنده البيكنج باودر يحط ربع معلقة بس صغيرة جدا كربونات. هنقلبهم برضو تقليبة عشان كل المقادير تتجانس مع بعضها. المقادير بقى بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه، ال4 بيضات ومعاهم كمان الخضرة ومعاهم نص معلقة من البيكنج باودر ومعاهم ربع معلقة من الفلفل الأسمر. هنقلبهم بقى تقليبة زي ما احنا شفنا كده في الفيديو. وتعالوا بينا هنشوف الخطوة اللي بعدها هتكون ايه. قبل ما نعمل الخطوة بتاعت خليط البيض احنا كنا سايبين البصل بتاعنا على نار هادية ان هو كده يدبل، يديني يا دوبك لون يكون اصفر بسيط خالص زي ما انتوا شايفين. هننزل عليهم بقى بالفلفل الاحمر والاخضر اللي احنا مقطعينهم مكعبات وهنديهم تقليبة كويسة. قلبنا الفلفل وقلبنا البصل، هننزل بمعلقتين كبار من هريسة الفلفل الأحمر الحلو، ودي بدل الطماطم. لو انت حابة تحطي طماطم حطي عصير طماطم، حوالي ربع الشفشق بتاع الخلاط عصير طماطم. مش حابة وموجود عندك الهريسة بتاعت الفلفل الأحمر الحلو دي تحطي معلقتين. انا كتير قوي بقيت في وصفاتي استبدلها بدل الطماطم، بجد بتديني طريقة جميلة جدا وتست وطعم ما اقولكوش. اتمنى ان انتوا تجربوه. هننزل بقى بنص معلقة من الكزبرة الناشفة ومعاها كمان نص معلقة من الكمون، وهنقلبهم برضو ان هم يتجانسوا مع المقادير اللي قبل كده. وننزل كمان بمكعب مرق الدجاج. مكعب مرق الدجاج، ايوه مكعب مرق الدجاج، ما تستغربيش. نفذي بس الطريقة بالمقادير دي وبجد بجد الوصفة دي يعني لما تاكليها هتدعيلي. قلبي بقى كويس كده وسيبيها من على النار، شيلها من على النار حوالي 10 دقايق مع تظبيط بقى الحدق بتاعك كده. شوفي حدقة لو هي محتاجة ملح طبعا بتضيفي لها ملح. نجيب بقى بعدها صينية تكون صغيرة كده، يعني ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، تكون على قد المقادير اللي احنا مستخدمينها في الوصف. وهنحط شوية زيت ونحطها على النار لحد ما الزيت بتاعنا يسخن. وتعالوا بينا هنشوف بقى بقية الطريقة.
انا سبت هنا الخلطة بتاعتي بعيد على النار حوالي 10 دقايق زي ما انا قلت لكم. وهنزل بقى بخليط البيض بتاعنا اللي احنا حضرناه قبل كده. هنقلبها بقى كويس جدا وننزل في الصينية بتاعتنا بكل المقادير اللي احنا عملناها دي. وتعالوا بينا بقى هنشوف اخر تكة هتوديلك الوصفة دي في حتة تانية خالص. وشمي بقى الريحة وهي بتستوي، وجربيها بقى بالمقادير دي وبالطريقة دي. واتحداكي طبعا ان عرفت ان انتي تبطليه. يلا بينا بقى نشوف السر بتاع ايمي والعائلة. هنساوي الوش بتاعها كويس كده، وننزل بقى بالسر بتاعنا اللي هو جبنة رومي مبشورة. هننزل بمعلقتين 3 كده جبنة رومي، وندخلها بقى الفرن في الرف الوسطاني لحد ما هي تستوي. طبعا مش هتاخد حوالي بتاع يجي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير قوي. زي ما احنا عارفين من فرن الفرن بتختلف، يعني ممكن تاخد ربع ساعة عندي، ممكن تاخد تلت ساعة عندك، حسب كل فرن موجود في البيت. طلعت صينية البيض بتاعتنا زي ما انتوا شايفين الشكل روعة، والريحة بقى والطعم جميلة جدا. يلا بقى مستنية ايه؟ الوصفة وعملناها والطريقة وقدمناها والمقادير ونزلنا بيها. مش ناقص الا انك تجربيها بجد بجد. الوصفة جميلة جدا وريحة وطعم ما اقولكوش. وبكده يكون الوصفة بتاعت النهاردة خلصت زي ما قلنا. يلا بقى اشوفكم على خير والقاكم باذن الله على خير في فيديو جديد من قناة ايمي والعائلة. لايك واشتراك وكومنت يا احلى متابعين. سلام.